وان مان شو محمد جبالي بلدي الثاني كان حاضر البارحة بالمسرح البلدي بالعاصمة رغم الانتقادات اللي تعرض لها، وين ظهر جبالي بشكل جديد فاجأ الجمهور وأبره. تقرير لعفاف مليك. بالمصري واللبناني والتركي والهندي كان محمد جبالي حاضر البارح على ركح المسرح البلدي بالعاصمة بوان من شو بلدي الثاني اللي كان من تمثيل وتأليف وإخراج جلال الدين السعدي. أول مرة طلع فيها محمد على ركح تفاجأت خاطر لقيت بالمجد ممثل مسرحي، معناها ما يزيد شيء على ممثل مسرحي، وكأنه عنده اون اكسبيريونس كبيرة مع الخشبة. رغم النقد الكل اللي تعرض له بلدي الثاني إلا أنه محمد جبالي أصر باش يقدمه بالصورة اللي يستحقها. حريص وانه ان شاء الله باش ناكد بقدره ربي وانه يعني وما شو بلد الثاني يستحق باش يتشاف ويستحق باش يوصل للناس. عدد كبير من الفنانين والممثلين حضروا العرض وكانوا ضد اللي تقال عليه. خلي يقولوا اسيهم مش صحيح الشيء اللي قالوه في محمد، لانه يعتبر معناتها محمد بالنسبه لي انا من احسن ما عملوا في الوان مان شو. نتمنى له كل الخير والتوفيق، لانه محمد نعاود نقولها مره اخرى ما اختارش النوع السهل من الوان مان شو. تصفيق كبير طيلة العرض اللي احدث المفاجاه عند الجمهور. سيتي ان بون سبيكتاكل. من الاول ما سمعتش عليه برشا حاجات باهيين، من بعد كيف جيت سوربري، معناتها اكتشفنا محمد جبالي جديد مزيان برشا تبارك الله عليه، ما كنتش نظن محمد جبالي باش يخرج منه هذا الكل. تألق ويعطي صح، وننصح العباد باش يجيو يتفرجوا فيه. وين من شو بلدي الثاني حط صبه على وجاعه الفنانين التوانسه وتهميشهم من قبل المنتجين والاعلاميين، وتناول كل الانماط الموسيقيه، ورغم كل الانتقادات والجدل محمد جبالي اصر باش يوصل صوت الفنانين ويخرجهم من خندق النسيان.